قال ابن عوضح على ربي عزمت اتكالي، هو وجهتي والدليل سبحان ربي هو الوالي على كل والي، حسبي ونعم الوكيل. أنا أسألك تغفر الزلة وتسمع سؤالي، وش في الفؤاد العالي ما لي سواك أسألك يا ربي لو ضاق حالي أو كان حملي ثقيل. هذه الشيلة كتب كلماتها الشاعر الدكتور هيثم ناصر علي عوضة، مهداه للأخ الغالي أصيل إدريس الذي نسأل الله له الشفاء العاجل، وبصوت الشاعر أبو ناصر المصري مع تحيات البش مهندس زين العابدين بن علي عوضة. قال ابن عوضة أنا ربي عزمت اتكالي، وجهتي والدليل سبحان ربي هو الوالي على كل والي، حسبي ونعم الوكيل. أسألك اغفر لي الزلة واسمع سؤالي، وش في الفؤاد العالي ما لي سواك أسألك يا ربي لا ضاق حالي أو كان حملي ثقيل، كوني بدرب الوفاء والعز شدي رحالي على المسار النبيل، وبالصداقة على جودة مكرس نضالي في سمرتي والمقيل. الصاحب الجيد عده دايما الرأس مالي، لجرح حملي يشيل صدقة الوفي يكبر ربح بأول وتالي، لو كان عابر سبيل والفصل بضيق الأبصار مسوى بقبالي، لو عندها آخر مدير. يا رب أسألك بفضلك ردي تسمع مقالي، وارجوك تشفه أصيل ماسك بحبلك وعفوك يا وثيق الحبالي، عن طاعتك ما نميل. ناوى يسافر بلاد الهند شد الرحالي، والدرب الله طويل. يشيل ابا وسامي الله شرفه تجعل لي، واحفظ لها هيثم اصيل انسان غالي خاله اغلى على كل غالي، رجال ما له مثيل وعز انسان في قلبي وصاحب مثالي، كريم شاجعنا بروحي يفديك يا ابو سام وبيتي ومالي، ان كان مالي قليل ببذل دمي يا عزيز القوم وابذل عيالي، وانا ببذلي بخيل. حلفت واقسمت لك يا حيد شامخ وعالي، نفعل لك المستحيل، والقصد اشوفك ما اعتدتك مكيف وسالي، مشتيش اشوفك عاني كنوز قارون ذملكها بشوفك قبالي، واذا افتهن بالصامل واذا تغيبت يتعكر مزوجي وبالي، يا صاحبي والخالي وابوك رجال واخوانك من اهل المعالي، ما شخص فيهم دليل اشتد وارتاح يا ابو سامي مشتي تبالي، واحنا لهمك نشيل. انا وياكم سوا واخواني سابق
والختم صلي على المختار ضوءك الهلالي على النبي والخليل. للتواصل 770 969 478.